في لحظة واحدة كفيلة تغير كل اللي كنت فاكر إنك عارفه عن الأمان. لحظة واحدة بس وأنا شفتها بعينيا. السلام عليكم، أنا إسلام مدحت، ويلا نبدأ القصة. قبل أي حاجة ادعوا معايا لأهل غزة، ربنا ينصرهم ويفرج كربهم. وما تنساش اللايك والاشتراك، وقولي رأيك، نكمل بالشكل ده ولا نرجع لستايل الحلقات القديمة؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من حوالي 5 سنين كده كنت عايش في وسط مدينة أمريكية كبيرة. أنا بطبيعتي بحب السهر، وعشان كده كنت دايما بزهق لما صاحبي في السكن ينام بدري، لأنه مش من النوع اللي بيحب السهر زيي. كنت بقضي الوقت إني أتمشى لوحدي بالليل، بمشي لمسافات طويلة وأسرح. فضلت على الحال ده تقريبا 4 سنين وما كنتش بخاف خالص. كنت حتى بهزر مع صاحبي وأقول له حتى تجار المخدرات هنا ناس مؤدبة. بس كل ده اتغير في ليلة واحدة. كان يوم 4 حوالي الساعة 1 أو 2 الفجر، وكنت ماشي قريب من حديقة فيها حراسة شرطة مش بعيد عن شقتي. الدنيا كانت هادية جدا والشارع شبه فاضي، مفيش عربيات ولا ناس ماشيين، والحديقة كالعادة كانت فاضية تماما. وأنا راجع لشقتي دخلت شارع جانبي صغير، وهناك شفته في آخر الشارع من الناحية التانية كان في واحد بيرقص رقصة غريبة شبه الفالس، بس كان كل كام خطوة يعمل حركة كأنها نقلة لقدام. حسيت إنه بيقرب ناحيتي، فقلت يمكن سكران ولا حاجة، وبعدت عنه على قد ما أقدر عشان أسيب له الرصيف يعدي. وكل ما بيقرب بدأت ألاحظ إنه حركته مش طبيعية. كان طويل ونحيف، لابس بدلة قديمة، وبيرقص بخفة غريبة قوي. ولما قرب أكتر شفت وشه، عينيه مفتوحة على الآخر، وراسه مايل لفوق شوية كأنه بيبص للسما، وعلى وشه ابتسامة عريضة بشكل غريب. ابتسامة مش مريحة خالص، كانت بتوجع وانت بتبصلها. ساعتها خدت قرار إني أعدي الناحية التانية من الشارع قبل ما يقرب أكتر. وأنا بعدي شلت عيني عنه ثواني، ولما وصلت للرصيف التاني وبصيت ورايا لقيته واقف، بس واقف فجأة. كان واقف برجله واحدة باصص ناحيتي، بس لسه عينيه مرفوعة للسما ولسه بيبتسم. جسمي اتجمد. كملت مشي وانا عيني عليه وهو ما اتحركش، ولما بعدت عنه شوية شلت عيني ثواني عشان ابص قدامي، ولما رجعت ابص تاني للمكان اللي كان فيه اختفى. قلت الحمد لله. بس وانا ببص حواليا شفته تاني، كان عبر الشارع وبقى منحني شوية، مش قادر اميز قوي من الضلمة، بس كنت متأكد انه باصص ناحيتي. ما شلتش عيني عنه اكتر من 10 ثواني، بس واضح انه اتحرك بسرعة جدا. ساعتها قلبي وقع. فضلت واقف ببصله وانا مرعوب لحد ما بدأ يتحرك ناحيتي تاني، بس المرة دي مش بيرقص، كان ماشي على أطراف صوابعه بحركات كبيرة وسريعة كأنه كرتون، بس فعليا كان جاي لي بسرعة. كنت أتمنى أقولك إني جريت على طول، أو طلعت بخاخة فلفل، أو حتى موبايلي، بس لأ، اتجمدت في مكاني. هو كمان وقف على بعد عربية مني، ولسه بيبتسم ولسه باصص فوق. وأول ما قدرت أطلع صوتي قلت أول حاجة خطرت في دماغي. كنت عايز أقوله أنت عايز إيه؟ بس اللي خرج مني كان بصوت مرعوب: أنت مين بحق الجحيم؟ هو سمع الخوف في صوتي بس ما عملش أي رد فعل. فضل واقف كده بيبتسم. وعدى وقت طويل وهو واقف بنفس الوضع، وبعدين لف ببطء وبدأ يمشي بعيد بيرقص تاني. مرضتش ألف وشي، فضلت أبصله وهو بيبعد لحد ما بدأ يختفي. بس فجأة
لقيته بيقرب تاني، بس المرة دي كان بيجري. جريت بأقصى سرعة لحد ما خرجت من الشارع ده ورحت على شارع فيه نور وعربيات ماشية. بصيت ورايا، ما كانش ورايا، بس وانا راجع فضلت ابص ورايا كل شوية. كنت متوقع اشوف وشه وابتسامته في اي لحظة، بس ما شفتوش تاني. قعدت في المدينة دي 6 شهور بعد الليلة دي، وما مشيتش تاني بالليل. في حاجة في وشه فضلت تطاردني لحد دلوقتي. هو ما كانش سكران ولا حتى بني آدم طبيعي، كان مجنون ومخيف جدا.